صبورة حسن الفقيه فتاة في 18 من عمرها في ليلة زفافها تفاجأت أنها تتعرق دما، ذلك ما دفع زوجها إلى طلاقها، لكن حالتها المحيرة تطورت إلى خروج أحجار ودم من عينيها وأذنيها وبصورة مستمرة في حالة معبرة وجدناها في مديرية باجل بمحافظة الحديدة. نتابع التفاصيل في التقرير. في مهمات العمل الصحفي التي تتوجه بنا حيث أناس يواجهون مصيرا ليس للحياة وليس للموت، للألم فقط، ثمة حالات إنسانية صادمة تترجى في الطرف الأخير من الأمل في الحياة، صورة مؤثرة تقر لها عين الضمير الإنساني في شريط البث المتلفز. صبورة حسن الفقيه من تلكم الحالات مشبعة بكل أشجان الأسى، لكننا لم نصادف لها حالة مماثلة من قبل. تعاني من مرض عجيب غريب، عجز الطبيب المداوي الكشف عن غرابته. بدأ فجأة في ليلة عرسها وفي اللحظات الأولى من عمرها الزوجي، إذ فجعت وهي ترى سائر جسمها يتعرق دما يخرج من مسامات جسدها كما يخرج العرق. ذلك ما دفع زوجها إلى طلاقها. من يوم العرس لأول مرة كان في دوخة وقت العرضة تتزفه. ثاني حاجة بطني انتفخت، بعد ما شفيت من الانتفاخ أجا دم من عيوني، بعدين كده انتقل من جسمي كله. في مديرية باجل محافظة الحديدة وفي كنف أم أرملة و4 شقيقات يتم. لم تكتمل قصة صبورة بعد، فهناك وبعد طلاقها دخلت طورا آخر من المرض المحير وبطريقة أخرى. هل رأيتم بشرا يخرج من حدقات عينيه ومن أذنيه أحجارا بحجم حبات الفاصوليا؟ صدقوا أو لا تصدقوا، تلكم هي صبورة كما تبدو في الصورة. ورأيت حالة نادرة، بنت شابة يطلع من عيونها حجار. الحجر صغار جدا، يعني كحجار السائلة، صم قوية جدا يعني. فطبعا تواصلت مع مدير عام مكتب الصحة في الحديدة الدكتور عثمان البيضاني، وطلبت منه أن يتواصل مع الأخ وزير الصحة والأخ المحافظ على أساس أنه يفتحوا لها مجال في مستشفى الثورة العام بصنعاء. الحالة نادرة تحتاج إلى تدخل طبي في مركز طبي متخصص. تخرج الحصى من عينيها ومن أذنيها كما يخرج عرق الدم من سائر جسدها تلقائيا، يتبعها خيط صوفي لا تعلم صبورة ولا أمها ولا الأطباء والمنجمين وشيخ الرقية من أي عالم أتى. بنتي مريضة من يوم الزفة حق العرس، داخل علينا ليلة العرض حقها، بعدين اليوم الثاني وقع انتفاخ. يصير احنا من الانتفاخ هذا لمدة شهر. جبنا لها ناس يقروا عليها، ورجال اختفى الانتفاخ، اجل عيون بدعان عين يصير منها دم. رجعت الثانية كل أسبوع يزيد، احنا حاجة جديدة بعدين من العنف. بعدين تطور عند الجسم، الدم هذا خرج من أذانها، من لكفها، من لسانها، من شعرها، من جسمها كله. صبورة تعيش كل ما للصبر من معنى، فتاة في 18 من عمرها تطالع في صورتها مرايا الذكريات قبل أن تصبح حسرة معجزة مرضية. لحظة فجرت في داخلها نوبة بكاء لا دموع لها، ربما لأن عينيها لا تذرف سوى الأحجار وأحيانا دما كأذنيها. لم يعد لصبورة طريقا إلى المدرسة، تقول يكفي، لقد أغمي عليها أكثر من مرة داخل الفصل الدراسي، وهكذا وارت مأساتها لنفسها وذويها الذين ساءت حالتهم المعيشية بما حل به. صبورة التي عرفت بذكائها وتعدد مواهبها، الرسامة والخطاطة، تكرس مواهبها، تخبر رجال الخير ما الذي حل بها، ترسم عينيها وكأنها تسائلها لماذا تحبس الدموع وتذرف دما وحصى. احنا الدم هذا خف، رجع لنا حجار قدام ناس، بالأول ناس أسود وناس أحمر وناس أصفر. نحن اختفى الناس، رجع أجل احنا حجار. نحن عين حجار وعين تخرج منها خيوط وتراب زي الشمة. هذا أمس، وجلسنا أمس يوم كامل أمياء. في سياق التشخيص الطبي لحالة صبورة يقول أحد الأطباء أنه أجرى فحصا لدمها فلم يجد أي نتيجة.
كانت تعاني من انتفاخ في البطن وهكذا من هذا القبيل. عملنا لها عدة فحوصات طبية ما ظهرش أي حاجة، أي علامات عليها، سوى أنه في هناك زي الدم، زي حاجات غامقة من خلال التلفزيون اللي عندنا. لكن بعد كذا تم إحالة الحديدة وتابعوا حالتها بالحديدة وعالوها إلى مستشفى الثورة العام بصنعاء. أجروا لها بعض الفحوصات الطبية في مستشفى الثورة، واتضح أنه هناك برضو نزيف بشكل تعرق يخرج دم. وفي تقديرات مشايخ العلم الشرعي الذين جربوا علاجها بالقرآن يقولون إن الأعراض تدل على أن الصبور مصابة بالسحر والشعوذة. بعد قراءة الرقية الشرعية وتلاوتها على هذه الفتاة تبين من العلامات الاهتزاز والرعشة في الجوانب والأطراف، مما أكد وجود شيء من التلبس الشيطاني بتأثرها بالقرآن الكريم. ظهرت علامات واضحة رأي العين بأنه سحر، وهذا السحر محمول في البطن ومدعوم بالسحر من خارج الجسد كما ظهرت العلامات. أدعو جميع الإخوة المحسنين الذين يستطيعون أن يقفوا مع هذه الفتاة وهي في بداية حياتها وفي بداية عمرها ومقتبل عمرها أن يقفوا معها وأن نشعرها أننا إخوة لها، نقف معها قلبا وقالبا حتى تجتاز هذا. ونحن نقول بإذن الله ستجتاز هذه الصعوبة وسيشفيها الله عز وجل. لم يكن بمقدورنا أن نغادر مشهدا كهذا، فتاة تعرق دما ويخرج من عينيها وأذنيها أحجار ودم ترابي، إلا بعد أن وعدناها بإيصال مأساتها المحيرة إلى القلوب الرحيمة. محمد النقيب لبرنامج صدى الأسبوع.